السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سحر، ودي قناتي قناة أحلى الأكلات مع سحر. بقدم فيها حلويات شرقية وحلويات غربية، وكمان بنقدم فيها أفكار كتير جدا لتزيين التورت والجاتوهات. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لي اشتراك لقناتي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، وكمان اعملي لي لايك للفيديو. ولو ليكي اي سؤال كده ابقي سيبيهولي في الكومنتات وانا باذن الله هرد عليكي. طبعا كل سنه واحنا طيبين، ويجعل ربنا الايام كده تعود علينا بالخير واليمن والبركات. ودلوقتي بدانا في تجهيزات حلويات العيد، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الجوزيه. والجوزيه من الحلويات الجميله جدا والطعمه، بصراحه طعمها جميل جدا جدا، منتشره اكتر حاجه في الدول العربيه. النهارده هنعملها بطريقه بسيطه ووصفه مضمونه ومقادير مظبوطه بالشعره. تابعي معايا الفيديو للاخر علشان تشوفي كل الاسرار وكل التريكات، لان بجد الفيديو فيه معلومات مهمة جدا. بتبقى بسيطة بس في نفس الوقت بتبقى ليها عامل كتير جدا في نجاح الوصفة بتاعتنا النهاردة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف عملنا الجزئية بتاعتنا ايه ازاي، والمقادير بتاعتها عبارة عن ايه. وطبعا يا جماعة بعتذر لكم عن صوتي لان بجد واخدة دور برد شديد. مقادير الجوزية: عندي 250 جرام من الزبدة، الزبدة لينة علشان طبعا تشتغل معايا بسهولة في المضرب. نزلت كده بالزبدة في المضرب وهبدأ أشغل عليها المضرب لحد ما تبدأ إن هي تفك معايا، ويبقى لونها هيفتح وتتحول للقوام الكريمي. عندي 150 جرام من السكر البودر، والسكر يفضل ان انت تبقي طحناه في البيت، مبحبش خالص ان انت تشتري سكر جاهز من بره، بيبقى متضاف عليه كمية كبيرة من النشا. ببدأ ان انا اضرب المكونات مع بعض لحد النشا والسكر ما يبدأوا ان هما يتحولوا للقوام الكريمي. ومن وقت للتاني بتوقفي المضرب، تبدأي تنزلي الجوانب اللي موجودة عندك في البولة علشان تتأكدي ان المكونات كلها اختلطت مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه كده باستخدام السباتيولا. وبتشغلي المضرب لحد القوام بتاعك ما يفتح والكريمة تبقى هشة وخفيفة، وتدخلي فيها نسبة كبيرة من الهواء. دلوقتي بعد ما بدأت وصلت للمرحلة اللي احنا شايفينها، شايفين قد ايه الكريمة بقت خفيفة. عندي بيضتين، والبيض لازم يبقى في درجة حرارة المطبخ، ما ينفعش تستخدمي البيض خارج من التلاجة لان طبعا هيخرز معاكي الزبدة. نزلت ببيضة، وبعد ما اختفت تماما نزلت كمان بالبيضة التانية، وبما ان في بيض نزلت كمان عليهم بمعلقة من الفانيليا. عندي هنا 150 جرام من النشا، نشا الذرة العادي جدا، ضفتهم برضو على الخليط. ودلوقتي هبدأ ان انا اشغل عليهم المضرب. مش هنكتر طبعا في مش هزود في شغل المضرب، بمجرد بس المكونات ما تبدأ تختلط. وفي الخطوة دي ممكن تستغني عن المضرب وتبدأي تشتغلي بالسباتيولا عادي جدا. بعد ما اتأكدت كده ان الخليط امتزج كويس، خلاص انا دلوقتي المضرب كده بقول له شكرا. وهنا عندي 400 جرام من الدقيق، عليهم رشة من الملح، وكمان عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهبدأ ان انا اقلب المكونات الجافة كده مع بعض لحد ما اتأكد ان البيكنج باودر والملح امتزجوا كويس جدا مع الدقيق. والدقيق طبعا لازم بتبقي نخلة، ما تخافيش انزلي بالدقيق كله مرة واحدة. الوصفة مظبوطة والمقادير مظبوطة جدا جدا. هبدأ الاول اقلب كده في بمعلقة او بسباتولا لحد ما احس ان الدقيق والزبدة والسكر بدأوا ان هم يتجانسوا كده مع بعض. بقلب كده بالشكل ده، وفي المرحلة دي خلاص حسيت ان العجينة بدأت معايا ان هي تتقل. دلوقتي خلاص بقى هبدأ ان انا استغنى عن المعلقة، وهبدأ ان انا اخلط المكونات بايدي. دايما شغل النواعم احنا مش بنعجن فيه، بس احنا بنخلط وندخل المكونات مع بعض باطراف الاصابع. فانا هنا ببدأ ان انا اخلط العجينة معايا كويس جدا. العجينة طبعا زي ما احنا شايفين تحس ان هي ملزقة، لا ما تقلقيش، شايفين انا لما اخدت جزء بايديا التانية العجينة معايا مظبوطة جدا، مش بتلزق في ايدي او ولا حاجة. بعد ما خلصت كده اعجن العجينة بتاعتي، هبدأ ان انا اقسم العجينة بتاعتي لاربع اجزاء. لو حابة تعمليها فانيليا وتستغني عن الخطوة دي براحتك، لو حابة طبعا تعمليها الوان زي ما هي اصلا متعارف عليها برضو براحتك. انا هنا بقسم العجينة لاربع اجزاء، كل جزء فيهم هعمله لون، واللون اللي هو في البولة بتاعة العجان دي هسيبه فانيليا ابيض زي ما هو. جزء كده هبدأ ان انا هضيف عليه معلقة من الجل، نقطة من الالوان الجل، والالوان دي مصرح بيها غذائيا. والالوان دي يا جماعة بنشتريها من عند بتاع مستلزمات الحلواني، واللي بنستخدمها في تلوين الكريمة وعمل التورت والجاتوهات.
دلوقتي هبدأ ان انا كده اعجن العجينة كويس جدا لحد ما اتأكد ان اللون اختلط تماما وامتزج وان العجينة كلها بقت لون واحد. ما ينفعش توقفي عجن غير لما تتأكدي ان العجينة كلها بقت لون واحد، ما ينفعش ان هي يبقى لونها رخامي. ده كده طبعا اللون تتحكمي فيه براحتك، ممكن تقللي ممكن تزودي، يعني طبعا درجة اللون تتحكمي فيها زي ما انت حابة. حطيت درجة من اللون الأحمر، نقطة من اللون الأحمر، والعجينة التانية حطيت عليها نقطة من اللون الأزرق. بدأت ان انا اعجن بالشكل ده. طبعا لازم تتأكدي زي ما انا قلت ان اللون امتزج كويس جدا. وده كمان كانت نقطة من اللون الموف. طبعا الالوان ممكن يعني تستغني عنها اصلا، وممكن كمان تغيري تختاري اي الوان انت حباها او اي الوان موجودة عندك. بعد كده هو بسيب العجينة بتاعتي، لو في الصيف بتدخليها التلاجة لمدة ربع ساعة، لو في الجو الشتاء بتسيبيها ترتاح لربع ساعة وبعدين تبدأي تشتغلي فيها. دلوقتي هبدأ ان انا اقطع العجينة بتاعتي على هيئة كور صغيرة، كل وزن الكورة فيها 6 جرام. تمام، يعني وزن الكورة فيها 6 جرام، او زي ما احنا شايفين كده. هقطع كل كمية العجين اللي عندي بالشكل ده، وبعد كده هو هبدأ ان انا اشتغل في العجينة. ده كان شكل العجين بعد ما قطعته كله. دلوقتي هبدأ ان انا اشغل الجهاز، ابدأ اوصله بالكهرباء، ولما بتشغليه طبعا بينور اللمبة الحمراء وكمان اللمبة الخضراء، ولازم اسخنه كويس جدا. ببدأ ان انا احط كور العجين في الاجزاء المخصصة زي ما احنا شايفين في الفتحات المعمولة للجزية. وهبدأ بعد كده ان انا اقفل الجهاز، ولازم تتأكدي ان بصوت التكة، ولازم اقفل معاكي كويس جدا. بيستنى تقريبا 3 دقايق. شايفين بدأ ان هو يخرج بخار، دليل على ان العجينة بدأت تستوي. تبدأ تطفي اللمبة الخضراء، تعرفي ان العجينة بدأت ان هي تستوي معاكي. فتحته بالشكل ده، بقت معايا الجزية زي ما احنا شايفين مستوية وشكلها جميل وتحفة. بدأت ان انا اشيلها، ممكن تشيليها بشوكة، ممكن تشيليها بخلة زي ما احنا شايفين. وخلي بالك ان الجهاز بيبقى سخن جدا. من وقت للتاني طبعا بننضف الجهاز من اي فتافيت موجودة فيه، باستخدام فرشة او باستخدام منديل، يعني اي حاجة. المهم انك تنضفيه. زي ما احنا شايفين بدأت ان انا اخلص كل العجينة بالشكل اللي احنا شايفينه. مدة التسوية بتاخد بالظبط 3 دقايق، ووزن العجينة بيبقى 6 جرام زي ما انا قلت. ده شكل الجوزية بتاعتي قد ايه جميلة وتحفة. وطبعا الزوايد دي ما تقلقيش، دلوقتي هنبدأ ان احنا نشتغل فيها. ده شكل الجوزية، وشايفين قد ايه الالوان جميلة وتحفة وشكلها جميل جدا، ما بتاخدش وقت، والطعم والمقادير مظبوطة جدا جدا. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو، ما تنسينيش باللايك والسبسكرايب، وسيبيلي كومنت تحفيزي يشجعني ان انا اشتغل من الفيديوهات واقدم لك وصفات كتير. دلوقتي باستخدام سكينة او باستخدام قشارة ببدأ ان انا اشيل الزوايد اللي هي الموجودة في العجينة، علشان تبقى شكل الجزية بتاعتنا مظبوطة جدا. شايفين اهو كده، قطعتها بالشكل اللي احنا شايفينه. هي سهلة اصلا، ما بتاخدش وقت، بمجرد ما تمسكيها العجينة هشة وجميلة وتحفة. تبدأي ان انت كده تقطعي، بتشيلي اي زيادات موجودة تخليها تتساوي معاكي بالشكل ده. بخلص كل الكمية بنفس الطريقة. وده شكل الجزية بعد ما خلصتها بالشكل اللي احنا شايفينه قد ايه بقت جميلة ومنتظمة. دلوقتي هنبدأ الحشو. انا هنا بحشي الجزية بتاعتي بالنوتيلا. بدأت ان انا يعني افك النوتيلا بمعلقتين من الزيت، بدأت ان انا احطها في كيس حلواني وابدأ ان انا احشي بيها. ممكن تستخدمي حشوة الطوفي، ممكن تستخدمي الجناش، ممكن تستخدمي شوكولاتة. طبعا الحشوة دي بتبقى على حسب ما انت حابة. انا هنا عندي في البيت بيحبوا النوتيلا، فبالتالي طبعا بدأت ان انا احشي كل كمية الجزية اللي عندي بالنوتيلا. تبدأي تحشي واحدة كده وتبدأي تحط عليها التانية. في الحشوة بتوصلي الحشوة للأطراف علشان تبدأ ان هي تمسك معاكي. شايفين انا كده الأطراف برضو بوصل لها نوتيلا عشان تبدأ ان هي تلزق معاكي وما تفكش معاكي بعد ما تحشيها. خلص طبعا كل الكمية بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا الجزية بجد من اشهى واجمل الحلويات. طعمها بجد تحفة. طعمها وهمي. المقادير بتاعتي مظبوطة جدا جدا، ما تغيريش فيها. آه، ان شاء الله هحاول ان انا اسيب لك المقادير بالكوبايه للناس اللي بتقول دايما ان مفيش موازين، على الرغم ان انا دايما يا جماعه بنصح
لو انت بتشتغلي حلويات الميزان على فكرة بيبقى مش غالي قوي، بس يعني في الوقت اللي احنا فيه وفي الدنيا الغالية اللي احنا فيها، فحرام ان احنا نبوظ وصفة علشان الموازين بتاعتنا مش مظبوطة. فمش مشكلة ان احنا نشتري الميزان ويفضل عندنا موجود باستمرار، كل ما نيجي نعمل وصفة تطلع معانا مظبوطة وجميلة. هنا كنت خلصت حشو الجوزية وبدأت ان انا كده ارصها في طبق التقديم، وطبعا تقدميها بالشكل اللي انت حاباه وبالطريقة اللي تريحك واللي بتعجبك. وده كان شكل النهائي للجوزية بتاعتنا النهاردة، ودي كانت وصفتنا. اتمنى ان الفيديو بتاعي ينال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.